بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله نعمل معاكم الرز بلبن الجميل ده اللي بناكله في المطاعم، وهيكون احسن كمان من بتاع المحلات. بس اتبع معايا المقادير. اول حاجة معايا كوباية الا عقلة صباع كده من الرز المصري، منقيينه ومنضفينه. هناخده بس نشطفه شطفة بس واحدة تحت الحنفية، انا مش عايزاه مغسول، انا عايزه النشا اللي فيه. تمام كده. هحط عليه بنفس الكوب المعيار اللي معايره بيه الرز مجين من الميه من الحنفيه عاديه خالص. ادي واحد، وهحط التاني معاكم. وبعد كده هاخد الحله ديت ارفعها على النار. تمام. اول ما تغلي بس غلوه ههدي عليها النار لغايه ما تشرب الميه اللي فيها كلها وتدخل على سوا، بس هي ما استوتش سوا كامل. بعد كده اضيف عليها لتر من الحليب، وهقلب بقى تقليب مستمر عشان تاخدي نتيجة كويسة. لازم تتقلبي تقليب مستمر. معانا هنا نص كوباية من الحليب، عليها معلقة هرمية من النشا، ومعايا كوباية الا ربع من السكر. تمام. هو كده سكره هيبقى مظبوط. حباه زيادة ممكن تزودي سكر، انت دوقي، والسكر ده حسب الرغبة. تمام كده. دلوقتي بقى تقليب مستمر، مش هشيل ايدي منه خالص، لانك لو شلت ايدك ممكن يشيط ويدخن ويعمل ريحة مش كويسة وما ينجحش معاكي ويطلع معاكي بالنتيجة المظبوطة اللي احنا عايزينها. حطيت ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. تمام. ودلوقتي بقى هضيف معاكم النشا بالحليب. اول ما احس كده ان هو هيبتدي يغلي من الاطراف زي ما انتوا شايفين كده، هضيف النشا. وتقليب مستمر بقى، ما تشيليش ايدك زي ما انت شايفة اهوت. يلا يا حبيبتي، صلي على النبي واذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. دلوقتي انا عندي هنا حوالي 4 معالق من القشطه وش اللبن. لو عندك قشطه معلبه حطي. تمام. وتقلبها كويس وتاخد تقلبتين كده. اول ما يبتدي يبقبق اطفي النار على طول. تمام. ما تحطيش القشطه ديت غير لما اللبن يبتدي معاكي يقلب وهتقربي تطفي عليه خلاص ضيفي القشطه. دلوقتي في الوقت ده انا طفيت النار. شايفين قد ايه قوامه كريمي وجميل جدا جدا. دلوقتي بقى هغرفه معاكم في قلب الاطباق والطواجن الفخار اللي معايا ديت، وهوريكم قد ايه نازل كريمي وجميل، وسكره كان مظبوط زي ما قلت لك. حابه تزودي دوقي وحابه تزودي سكر، دي حاجه ترجع لك، بس هو كان سكره مظبوط. شايفين قد ايه كريمي وجميل. تمام كده. زي ما انتوا شايفين الكميه ديت عملت لي حوالي 7 اطباق من اللي انتوا شايفينها ديت. حابه تضاعفي المقادير حابه تزودي الكميه ضعفي المقادير. تمام. زي ما انت شايفه. دلوقتي بقى انا هسيبه يهدى. بعد الغرفه هوريكي كمان قد ايه الحله نضيفه من ارضيتها. ده نتيجه التقليب المستمر، ما هياش شيطه ولا لازقه ولا اي حاجه. يلا يا حبيبتي، لو وصلت لغاية هنا من الفيديو حط لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بأي حاجة جديدة انا اعملها. وياريت تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفاد. تمام. وتعليق حلو منك بيفرحني وبيشجعني ان انا اعملك كل يوم فيديو جديد تستفيدي منه. تمام. زي ما انت شايفه هوريكي الحله دلوقتي، مش حاجه لازقه فيها زي ما قلتلك ولا شيطه ولا فيها اي حاجه مكلكعه. ده نتيجه التقليب المستمر ايدك فيه طول ما هو على النار. شايفين؟ جميله جدا ومفيش حاجه لازقه فيها. دلوقتي بقى هسيبه يهدى ربع ساعه او 10 دقايق، وهولع الشوايه وهدخل الطواجن ديت تاخد اللون الجميل اللي احنا بنشوفه من غير اضافه اي حاجه. مش هدهن وشها اي حاجه وهتاخد اللون الجميل ده. شايفين قد ايه كريمي وجميل؟ وكمان كان لسه ما بردش، هو لسه لما يبرد كمان هيتماسك او هيدينا قوام جميل وهيدي الوش المكرمش اللي احنا بنحبه. شايفين جميل ازاي؟ روعة. وممكن بقى تحطي مكسرات، حابة تحطي زبيب حطي، حابة تحطي فول سوداني حطي، اي مكسرات عندك ضيفيها. حابة تحطي جوز هند، مش حابة تحطي حاجة خالص ما تحطيش. دي حاجة بترجع لك انت وبترجع لذوقك. انا بديكي افكار وانت اعملي اللي يعجبك. شايفين قد ايه جميل؟ والوش واخد الوش اللي احنا بنشتريه من المحلات، وجميل جدا وطعمه كان كريمي ورائع. يلا يا حبيبتي، مع السلامة.